دي ساسكي موي راحت مدرسة جديدة لما باباها توفى. الطلبة بيعتبروها متوحدة لأنها ما بتكلمش حد. وفي يوم كان المدرسة بيعملوا تمرين إخلاء في حالات الحريق، وساسكي بتختفي وبتسرح مع نفسها وبتقعد تشم في سجاير باباها لحد ما بتلاقي راجل إطفاء وراها اسمه إيبيهارا كيوسكي جاي يدور عليها وبيقرب منها عشان يشيلها، فبتقول في نفسها الله هتشيل زي الأميرات، بس هو بيوقع سقف طموحها وبيشيلها زي الشكارة كده بالظبط. وبعد المدرسة بتروح ساسكي هي وأخوها الصغير ريو السوبر ماركت، وبيجري ريو عليها عشان يوريها حاجة عايز يشتريها، وبيكون هيقع لكن كيوسكي بيظهر من العدم وبيلحقه وبتشكره ساسكي، وبتقول لاخوها ان مش هينفع يشتري اللي هو عايزه دلوقتي، فبيتضايق وبيقول ان باباه لو كان عايش كان زمانه اشتراها له. وبعدها بيتمشى كيوسكي مع ساسكي وريو وبيسألوا ريو هو ما بيخافش من الحرايق، فبيرد عليه انه اكيد بيخاف لكن لازم يبقى شجاع ويساعد الناس. فريو بيتسحب من لسانه وبيقول له انه عايز يجيله في مركز الاطفاء، فكيوسكي ما بيصدق وبيقول لساسكي هاتي رقمك بقى ده عشان اخوكي مش اكتر، وبياخد رقمها وبيمشي. وتاني يوم وساسكي في طريقها للمدرسه بتشوف بنت زميلتها وقعت منديلها وهي مش واخده بالها، فبتفتكر كلام كيوسكي وبتاخده وبتفضل تجري وراها عشان تديهولها. ولما بتديهولها البنت بتقول لها ايش هذا والله ده منديل، كبرتي الموضوع. وبيضحكوا هما الاتنين وصاحب البنت كمان وبيتعرفوا على بعض وبيمشوا سوا. وبتقدر ساسكي انها تكون صداقات وبتكون مبسوطه جدا باللي عملته وباين عليها. ولما بتروح بتقرر انها تروح تشكر كيوسكي لانه السبب، وهي في طريقها بتشوف واحد بيولع في مكان عن قصد، فبتصوره وبتكون لسه هتبلغ عنه لكن بيشوفها واحد وبيحبسها في المكان، وبتفقد الامل انها تخرج لحد ما كيوسكي بيجي وبينقذها وبيقول لها انها شجاعه، فبتقوله انها كانت مرعوبه وبتحضنه وبتحس بنفس امان باباها. وتاني يوم في المدرسه بتحكي لصاحبتها عليه وانها شكلها وقعت في حبه ولا ايه، وبتكون عاوزه تشوفه بس مش لاقيه سبب. وبعدها بتفتكر اخوها فبتاخده وبتاخد صاحبتها وبيروحوا وبيتفرجوا عليهم وهم بيتدربوا، وبتتسحب صاحبتها من لسانها وبتقول للقائد اللي اسمه شيندو ممكن نجرب التدريب معاكم، فبيوافق. وكيوسكي بيشيل ساسكي بس المره دي زي الاميرات فعلا وبينزل بيها وبتكون مبسوطه جدا. وفي اخر اليوم بتديله بسكوت عاملاهوله مخصوص فبياخده بس ما بيبانش عليه انه مبسوط، فبتتسحب صاحبه ساسكي تاني من لسانها وبتقول له بص من الاخر كده ساسكي بتحبك وجت عشان تشوفك، فبيتكسف ووشه بيحمر وبيسيبهم وبيمشي. وبيفضل صحابه يتريقوا عليه ويقولوا اللي اداك يدينا يا سيدي، وايوه كل البنات بتقع في حبك، بس هو ما بيردش عليهم وبيسيبهم وبيروح ياكل من البسكوت اللي عملتهوله وبيعجبه. بعدها بيكون في حفلة شوي والقائد شيندو بيعزم ساسكي هي واي حد تحبه معاها، فبتاخد صاحبتها وريو وبيروحوا وبتروح تقف مع كيوسكي اللي بيقول لها ان البسكوت كان لذيذ، فبتفرح جدا. وبتيجي صاحبتها ترخم عليهم وبتكون عايزه توري كيوسكي صوره الكتيره اللي على تليفون ساسكي اللي بتحاول تاخد منها التليفون بسرعه لحد ما الميداليه بتاعتها بتقع من فوق تل، وبتزعل جدا عليها. وبيجي كيوسكي يربط نفسه بحبل وبينزل يجيبها لها، فبتروح تشكره جدا وبيقول لها انه عارف انها هديه من باباها وعشان كده زعلت عليها، فبتستغرب انه عرف وبتقعد تتكلم معاه، بس هو بيقول لها ان مش هينفع يكون في حاجه بينهم، فبتقول له انها برضه مبسوطه لانها من ساعه ما قابلته اتغيرت للاحسن. وتاني يوم بينضم لفريق الاطفاء واحد اسمه هيمينو كان المنافس لكيوسكي في فتره التدريب، وما بيكونش كيوسكي مبسوط من وجوده. في نفس الوقت ساسكي بتكون في المدرسه وبتروح تحكي لصاحبتها على اللي حصل، وبتلاقي رايها اتغير 180 درجه، وبتقول لها انها الاحسن تبعد عنه فعلا لان علاقتهم ببعض مش هتنفع. وبتكون ساسكي مستغرباها وبتتخانق معاها، ولما بتيجي تروح بتقابل كيوسكي فبتسلم عليه وبيسالها عن اخبارها، فبتقوله انها اتخانقت مع صاحبتها ومتضايقه، فبيقول لها انه هيقابلها بكره الساعه 6. وتاني يوم في الميعاد بتتشيك ساسكي وبتلبس فستان، واول ما كيوسكي بيشوفها بيقول لها ايه اللي انت عاملاه ده، وبيخليها تلبس ترنج عشان يروحوا الجيم وبيخليها تتمرن لحد ما بيطلع عينها، وبيقول لها انه لما بيحب يفصل من مشاكله بيعمل كده، وبينصحها تتكلم مع صاحبتها تاني. وتاني يوم بتعمل ساسكي بنصيحته وبتروح تتكلم مع صاحبتها سايومي اللي بتعرف منها انها هي كمان حبت واحد اسمه كازاما من فريق الاطفاء وبتعتذر لها عن اللي قالته. وتاني يوم بيروح ريو لكيوسكي وبيكون عامل دعوه لعيد ميلاد ساسكي عشان يفرحها وبيديها لكيوسكي واصحابه، وبيفضل كيوسكي يفكر يجيب لها ايه وبيقرر يجيب لها دبدوب بلونها المفضل وبيجيبه وبيكون رايح جري لكن عربيه كانت هتخبطه. في نفس الوقت بيكون كل اصحاب ساسكي جم العيد ميلاد الا كيوسكي، فبتفضل تتصل بيه بس ما بيردش لحد ما بيجي مكالمه لواحد من الفريق ان في حادثه حصلت ومحتاجينهم، فبتقلق على كيوسكي وبتحس ان في حاجه وبتفتكر لحظه وفاه باباها، فبتنزل تدور عليه لحد ما بتلاقيه ماشي، فبتروح تحضنه وبيديها الجاكيت بتاعه عشان الجو برد وبيكون دراعه وجعه، فبتساله عن اللي حصل فبيقول لها ان في عربيتين خبطوا في بعض واضطر يكسر ازاز العربيه بدراعه عشان ينقذ الناس، فبتحضنه وبتقول له انها بتحبه وانها خايفه انها تفقد حد تاني بعد باباها، فبيقول لها انه حاسس احساس
إحساس جميل وبيحضنها هو كمان وبيعتذر لها إنه خوفها عليه. وتاني يوم بيروح يتكلم مع مامتها إنه بيحبها لكنه مش عايز يرتبط بيها غير لما تتخرج، وبيدخل لساسكي اللي بتكون تعبانة وبيقول لها كده وبتتبسط جدا. وتاني يوم بتروح ساسكي تدريب إسعافات أولية في مركز الإطفاء، وبتقابل هيمينو وبتطلب منه ما يقولش لكيوسكي لأنها عايزة تعملها له مفاجأة. وتاني يوم بيعرف كيوسكي من واحد صاحبه إن ساسكي كانت هنا مع هيمينو وبيتضايق. في نفس الوقت كاسكي بتروح المكتبة تدور على كتاب للإسعافات الأولية وبيشوفها هيمينو وبيعرض عليها يساعدها فبتوافق. وتاني يوم بتروح ساسكي لمركز الإطفاء عشان تاخد شهادة الإسعافات، وبتكون ماشية فبتسمع صوت كيوسكي فبتخش أي أوضة تستخبى، وبتطلع أوضة الاستراحة بتاعت كيوسكي وزمايله وبيدخل عليها هيمينو وبيخبيها بسرعة في سريره عشان كيوسكي بيكون داخل. وبالليل كيوسكي بيلاقي حلق ساسكي في الأوضة وبيستغرب والموضوع بيصير شكوكه، فبيروح لها تاني يوم المدرسة وبيسألها عن الحلق فبتشرح له كل حاجة وإنها عايزة تكون مسعفة. وعلى عكس ما توقعت بيعارض كيوسكي الفكرة وبيتخانق معاها. وتاني يوم سايومي بتروح لساسكي البيت وبتقول لها إن كازاما ما بيحبهاش وإنهم لسه صغيرين وبتنصحها تبعد عن كيوسكي بدل ما تتواجع زيها دلوقتي. فساسكي بتحضنها وبتواسيها. وتاني يوم في المكتبة بيجي هيمينو عشان يذاكر لساسكي لكن هي بتقوله على اللي حصل مع كيوسكي وإنها مستغرباه، فبيحكي لها على السبب ورا ده وهو إن كيوسكي فقد حبيبته من 7 سنين كانت مسعفة وقابلها في المركز أول ما اشتغل فيه وكانت هي اللي بتشجعه على شغله. وفي يوم وهي ماشية لقت حادثة على الطريق فنزلت تساعد لكن عربية خبطتها وماتت في ساعتها، فبتعرف إن هو كمان خايف من الفقد زيها بالظبط وبتفضل ماشية وهي بتعيط. في نفس الوقت هيمينو بيتكلم مع كيوسكي وبيقوله إنه قال لساسكي على كل حاجة وإنه بيقارن ما بين ساسكي وحبيبته القديمة وده مش عدل، وبيكونوا هيشدوا مع بعض لكن بتكون في حريقة ولازم كيوسكي يتحرك بسرعة. ولما بيرجع بيلاقي ساسكي بعتله ريكورد وهي بتعيط بتعتذر له فيه إنها ما قدرتش تشاركه الحاجة اللي مضايقاها وإنها حاسة إنها طفلة فعلا. وتاني يوم بتروح ساسكي مع أخوها ومامتها المول يشتروا حاجات وفجأة بيحصل انفجار بسبب الغاز في المكان وكل الناس بتجري عشان تخرج بسرعة، لكن ساسكي بتشوف واحدة بتقع قدامها من الدخان فبتجري تساعدها. ولما بيوصل فريق الإطفاء وبيعرف كيوسكي إن ساسكي جوه بيدخل وبيفضل يدور عليها وهو بيفتكر لحظاتهم سوا. في نفس الوقت ساسكي كانت بتحاول تساعد الست بكل قوتها وبتفتكر كلام كيوسكي معاها عن شغله وازاي لازم يبقى شجاع عشان يساعد الناس، لحد ما كيوسكي بيلاقيها وبيشيلها وبيخرج بيها وبيقول لها انها خففت عنه كتير على عكس ما قالت وانها اهم شخص في حياته وانه مستنيها تتخرج، وبيقول لها بحبك اخيرا وبيحضنوا بعض. وبيمر الوقت وبتتخرج ساسكي وبتاخد شهادة تخرجها وبتروح جري لكيوسكي اللي بيفرح اول ما بيشوفها وبيبارك لها على التخرج وبيحب اصحابهم يوجبوا معاهم فبيفتحوا خرطوم المية عليهم كأنه مطرة وبيعيشوهم لحظة رومانسية وبيخلص الفيلم على كده.